عرفت مدينة رشيدية مؤخرا افتتاح مركز للبحث بالأشعة بالقرب من المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف أمام البوابة الجديدة ديالو وخلف الملعب البلدي بالضبط. كيتواجد مركز البحث بالأشعة النخيل اللي هو مركز مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ذات صلة بالمجال. مركز النخيل متنوعة وكتغطي مختلف فروع الفحص بالأشعة سواء التشخيصية والتدخلية. من بين أهم الخدمات اللي كيوفرها المركز التصوير بالرنين المغناطيسي، وكيتعتبر هذا المركز من بين أحسن المراكز اللي كتقدم هذه الخدمة بجودة عالية في المغرب، وهو الأول والوحيد من نوعه في جهة درعا تافيلات. كيتوفر كذلك المركز على جهاز التصوير المقطعي السكانر، وهو من الأجهزة الطبية المتطورة اللي لابد منها في تشخيص الكثير من الأمراض. وعلى جهاز ليكوغرافي اللي كينضاف لسلسلة الخدمات المتنوعة اللي كيقدمها المركز. ومن الخدمات اللي كيقدمها ايضا مركز النخيل للفحص بالاشعه التصوير الشعاعي الرقمي للثدي. هذا الجهاز كيعطينا صوره عن الثدي من اجل التشخيص المبكر لسرطان الثدي، وهو جهاز مزود باخر ما كاين من الناحيه التكنولوجيا. لا ننساو طبعا التصوير الشعاعي الرقمي اللي كيوفر لنا صور للرئه والعظام واجزاء اخرى من الجسم غايه في الدقه، باعتباره جهاز حديث كيعتمد على تكنولوجيا 100% رقميه. كيتوفر المركز ايضا على خدمه الفحص بالاشعه التدخلي، حيث كيقوم الطاقم الطبي بعمليات علاجيه او تشخيصيه موجهه بالاشعه كاستخراج القيح او اخذ عينات من اعضاء داخليه دون جراحه. كيقدم مركز النخيل ايضا خدمه اجراء الفحوص تحت التخدير بالتنسيق مع اطباء الانعاش والتخدير بالنسبه للاطفال او الاشخاص المسنين اللي كيحتاجوا التنويم اثناء الفحص لضمان عدم الحركه. مركز النخيل للفحص بالأشعة في مدينة الرشيدية مؤسسة طبية كتشكل قيمة مضافة لجهة درعا تافيلات، جات باش تسد الخصاص المعروف في المنطقة وكتجنب المرضى مشقة السفر لمناطق بعيدة. وكيقدم مركز النخيل للمرضى ديالو خدمات ذات جودة عالية بمقابل معقول، وذلك طيلة أيام الأسبوع مع توفير خدمة المداومة في الليل وفي العطل.